ابوي اوي على كيفك ابوي فدوى الله يخليك الله يخليك اوي على كيفك ابوي الله يخليك. ليش هيك مربطني وتدق علي؟ اين حقوق الانسان؟ اين منظمه يوسف سيف؟ اليونيسيف قلبتها سويتها يوسف سيف، تبقى طول عمرك ما تفتهم ما تفتهم. على كيفك ابوي الله يخليك. انت مو ابوي، ما بقلبك ابوبه. اريد الفيفا. اين الفيفا؟ جيب لي الفيفا. الفيفا شعليها غير تلعبت بي يا طابه. صدق كذب يا رجال. يما لحقيني. ايش سويت بابنك؟ وخري من قدامي لا يجيك حسام. وخري. شنو انت؟ ما حد يوقف بوجهك. لحقيني يما لحقيني. شوفي ايش سوى فيها يما. شوفي ليش كذي؟ ايش حرام عليك؟ شوفي سوى فيها. اين حقوق الطفل؟ اين الكبه؟ يا كبه يما. هاي البارة تعشينا بيها مو بكره بناتها. بيك بخت. ساعد بخته. بدا برنامجي اللي متعود اتابعه. يلا فاصل ونواصل. شوفي يما ايش سوى فيها. مربطني ويدق علي. شوف لبسيني حجابي. يا حجاب يما. حجابي الحاجز يما غير طايحه من الدق. اهلا بكم مشاهدينا الكرام. راح يكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن قانون العنف الاسري اللي هو بيه جدل بين السياسيين والمجتمع نفسه. وطبعا عندنا حالات كثيره صارت بالعراق وخصوصا بزمن كورونا. باع هذا البطران يا قانون، وعلى اساس العراق كل شيء متوفر به، وهسه جايبين لنا القانون للبيت. هسه شلون ما نأدب جهالنا؟ اوقف لا تخبط حجي. اكو فرق بين قانون العنف الاسري مع الملاحظات اللي عليه والجدل والمفروض يكافحه، وبين التأديب الاسري. هسه على واعي التأديب، على واعي يا معود. شوف هسه مال التشريف. هاي شنو؟ انت شلون تربط ابنك بهاي الطريقه؟ يابا وانت شعليك ابني وعجبه. هذا مو تأديب حجي. التأديب موجود بالقانون العراقي بزمن الستينات، بس جاي يشوف قبالي هذا عنف. اوقف. يعني بهذا القانون ترجون تلغون سيطرة الاب؟ القانون ما له علاقه بالاب. ممكن الاخ الكبير يضرب اخوه او اخته، ممكن الزوج يضرب زوجته، والزوجه من حرقه قلبها تضرب ابنها. انت من ورا حكيك هذا راح تطلع عيون نسواننا وجهالنا بحجه العنف الاسري، وانت تتوقع اذا هذا القانون صار وتنفذ راح يحمي الاسره؟ لا اقدر اقول لك ايه ولا اقدر اقول لك لا. حجي اللي يحمي الاسره هي الاسره نفسها بوعيها، وبالدرجه الثانيه نظام البلد ككل وقوانينه.